كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. غزوة حنين. حنين غزوة شوال العام الثامن للهجرة بره هجري. غزوة حنين. حنين أحل الغزوة على كارتو وقر مكة يوت عليه الصلاة والسلام حاوي أنا بصوبنا خا مكة ساعات يال كيلومتر جينا حبيوي طايف والمتك همت حاوي أنا بايمر عليه الصلاة والسلام حنين وشمت دي أحسيح شلام بولوش يتير توامه المتك له مشرك ناخا أقرا طائف يشت حدا حال بحكنا همت حا مشرك ناخا ين كيلو خلا ين زسات خلا سار كيلو خلا اتسابو سبناهن هدو حرب او استرلاش ديشت إلتا وشتابو بوسبنا يونيا بودا بودش يوه ياشنو عليه الصلاة والسلام لكن صحاب البلد ولا بيقنا تسار. بعد أن فتح المسلمون مكة انزعجت القبائل المجاورة لقريش بصبنا خمك سحياق جلدها. انزعجت القبائل المجاورة لقريش ونوات سدد بيول بلير قيربل سجت بيول بلير قريشنا جرجح دولا لولح دولا تايبنش من انتصار المسلمين بصبنا طولا باقر على قريش جح تنخ سجت بيول بليرش تنخ أويل قيرس بيول بليرش. وفزعت هوزان وثقيف. هوزان ثقيف شتيب إشي قيرر من أن تكون الضربة القادمة من نصيبهم. قد أحيو شل توخر سليدو شودار من نصيبهم شي داق أخير دوال تو شين قيتر دوال. وقالوا تارئل لنغزو محمدا قبل أن يغزونا يلتن تلتي محمدا تلتي لوي يوين تلتلي. واستعانت هاتان القبيلتان بالقبائل المجاورة اتشين تايبنوا هوزان ثقيف تاش مغول أخير قيدولا اللولر تايبنشت. وقرروا أن يكون مالك بن عوف سيد بني هوزان قائد جيوش هذه القبائل التي ستحارب المسلمين. سار سسنبير ريشيتر قرر مالك بن عوف هوزان إيلولا إذا خلي ترحم قائد جيوش هذه القبائل. قائد اسم خبر كان دوش إذ اسكرشنا وقتيبا اسكرشن حلق بيتش إيوه التي إتايبنشتوش ستحارب المسلمين بصوبنا عنده عطوان بيربول. وأمر رجاله أن يصطحبوا معهم النساء والأطفال والمواشي والأموال. تو أمر ديرا قوان خشكا شي تسحنا شي زدري بيرش والمواشي شي قورش قميل الهما سعية والأموال شي داخني سعية سأل. ويجعلوهم في آخر الجيش جيش اسكر تشقينح اسكرت إيح إيهم نشلاتية زدري بيرش داخني شا اسكرت إيح خردوش حتى يستميت الرجال في الدفاع. دعكا بلي ترحم تجري في الدفاع إهوتوش زشي ترجس شاتش عن أموالي مشي داخني وأولادي مشي بيرش ونساء مشي زدرية. طيب شاشيوه بوشيقة إيحا داخيت زدري بيرش دو اسكرت إيحا وش بودي يهبهت كرور بيرش زدري بيرش دو تانت إهيتن إش بلي ترحم سعد سعباحكين هلا تارش. ولما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك يوتن خينش خينا حائز تارقوا بزوشاكيتش بالآر بولي خرج إليهم مع أصحابه شي أصحاب اشتسان على الآر بوليريز. وكان ذلك في شهر شوال من العام الثامن للهجرة إذا برهل شرع در شوال بتاع تاقا هجري. وكان عدد المسلمين 12 ألفا من المجاهدين وصوبني خشيت إذا المجاهد ور. وعدد الكفار 20 ألفا
كرسنا خاوشت أيزرور. ونظر المسلمون إلى جيشهم الكبير بوسمنا شيء دوك إسكري حوسرش فاغتروا بالكثرة إس دقليخ عيخ بلرش وقالوا تار إيلر لن نغلب اليوم من قلة تخنوا إيش ورداتك إزقدوش. وبلغ العدو خبر خروج المسلمين إليهم دعك خبر دعك يتر بوسمنا دع آربا ولقال مستخشنج فقاموا كمينا للمسلمين بوسمنا كيل ويرتار عند مدخل وادي أوطاس الآرية تولج متح قرب الطائف طائفا جرجو متكويس. وأقبل الرسول صلى الله عليه وسلم في أصحابه يلجأ دعوة خرشي أصحاب حتى نزلوا بالوادي اتآري انجح صوت حتى نزلوا بالوادي. وكان الوقت قبيل الفجر يخان عور لامس خلية عاجم حلخ نريس. والظلام يخيم على وادي حنين بودا تيتر سنة حنين آرية على تسير. وفوجئ المسلمون بوابل من السهام بوسمناها تأحش ألوتنا بوخيرة بوابل من السهام تاقا سيق عاده دغدر تانت ادوات تشترك تو يستسترلاش دوقت اديت تنتانا إذا شا دغ سندر وابل دغ تنهال عليهم تانت ايقش من كل مكان مسوء آغور مسوء متير فطاش صوابهم بوسومني سير إنيس خلر سير تاقا قيتم دعباحير تو يسا بيوخير بودوكو. واهتزت صفوفهم تير مغرش دي قدير. وفر عدد منهم تحبش سارة بودر ولقح قالك داري لن نغلب اليوم من قلة قال يكور الله وقع الله دال تارنا يكور اللي إذا قد يترسان دوكا اللي عيخ بليرش شاشتولا بوكور بالدلحة دوحار توام دعبو الوشحة شان ديتو ديج إيسا هرلات تنشور اللي تاحي وجش قت اللي يرتانيز يهو بودرش تعبيش سارة. ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم هزيمة المسلمين نادى فيهم ياتشن جنج خينا بوسو بناخيح يشم توقع كردير تاني وقيم وحتوخش أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب شا بيخمر مو خرستك دوتش بك يلش موشا عبد المطلب كانت. فما استطاع أحد من الكفار أن يخرج له كرسنا تعيلشن دوحل ونتمسك يتشرتير مع أنه هو المطلوب صلى الله عليه وسلم تار لخش وجائز والشا. وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام العباس أن ينادي في الناس يلشنو أمر دير عباس يشين دي وشي محتوخ أزلج أو أندلش أو أزلج خلويس. فقالت سؤال يا معشر الأنصار يا معشر المهاجرين يا أصحاب الشجرة هاي أنصار هاي مهاجر هاي ديتك بيعتناش. فأجابوه ترى وقوم واحد وقتي جوابت لبيك يا رسول الله لبيك هاي ديل متحدون حلق دوتخوان. وانتظم الجيش مرة أخرى بوسو من إسكر شولغ نزمي دي إريز. واشتد القتال وامجاغ بلير. وأشرف الرسول عليه الصلاة والسلام على المعركة يتورى كوغل دشأتت أمن. وما هي إلا ساعة حتى انهزم المشركون تاك إزق خنبي ما تيالر مشركنا إيشرش وولوا الأدبار بقش دير زيرتار تاركين النساء والأموال والأولاد زدري الداخني بيرش ديتا دوتوش. وفي صحيح مسلم تعدينا ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات صوتع يرشنو عليه الصلاة والسلام كيجي تولجش سعيتر فرمى بها وجوه القوم سنيخ يحش تتوهرتوز. ثم قال صوتع إن انهزموا إيشال ورب محمدا إيشي إشا انهزموا إيشي إشا ورب محمد ديلور إيش ما إيشي إش. قال العباس
عباس بو فما هو إلا أن رماهم تو إتان تلقش داقيسن جميع تلقش إتان تان داقيسن فما زلت أرى حدهم كليلا ضعيفا فما أرى حدهم كليلا ضعيفا تيرا أوغل تير إلى الله إذا غير ميلر أي بأسهم وسيوفهم وشدتهم تيرا أوغل تير إلى الله تير شالتش ضعيفا غير دلر وأمرهم مدبرا تير بولخ يخبر زير أي وحالهم ذليلا تير حال سيزز خلير وكانت حنين درسا استفاد منه المسلمون حنين غازوة إزبوسو بناهنا أروك خليريس تنه بيدي ترتار فتعلم المسلمون أن النصر ليس بكثرة العدد والعدة بوسو بنان خير تولم إذا دقا ليا كيا شمسي بوتي نشاط تكلم عن غزوة حنين من حيث الآتي تاريخها أحداثها أهم وأبرز نتائجها حنين غزوة ثلاثيت مدخل ليس بريشيس فيشأ خلال الليل ومنشأ يقر كوارتا خلال دول خلمش ريزولتاتش غزوة تبوك أو العسرة تبوك غزوة عسرة خلوة غزوة رجب العام 9 للهجرة رجب يسولغ شو هجري غزوة تبوك غزوة تبوك غزوة تورا بوسو بنيخا اسكردو هرا كرسنيخ اسكردو تريتستيش بوسو بناخي سوركتشي كرسناخي هي تبوك متجا تبعد عن المدينة 680 كيلومتر إذا مدينة شي الصوت 8 كيلومتر جيني سبحان الله سخين ويليه بعد فتح مكة ودخول الحجاز كلها في الإسلام مكة سعي أحكن حجاز مسوء يا وبصو بدني ينشودح بصو بدني إشباه كنشودح خشي العرب التابعون للروم من المسلمين قير العربوي ريملنشن احبوزش بولو بصو بناخخ قيرش في بلاد الشام شام مهكح بالعربوي من قوة الإسلام إسلام دي النزوة قيرش فقرر الروم غزو المسلمين ريملنشا تارا روم ستنبر بصو بناهن إلتر وجهزوا جيشا كبيرا دوك اسكر كيتش ديرتار عسكروا جنوب بلاد الشام شام مهكا يوغا ورا سوترش تيجا حاشا يلاقر وين يلاقر دعوة تيرتار وصلت الأخبار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خبر تير إكيش من خبر تير تأمن كيتش بلر ويست إنو وستش إيرتنكس حقيتر فدعا إلى تجهيز جيش قوي يسد غزو الروم يلتن وقيقر كيتشن بي آلت أو كيتشن بي اسكرنا أو يسكر كيتش الروم يخطوه البرشال وحث الأغنياء على أن يجودوا بمالهم بيخش بوناختو تقيقر ببجدات برا على أن يجودوا كوميشخل آل جاد يجود كوميشخلر بمالهم شيداخنيتس فتبرع عثمان بن عفان بعشرة آلاف دينار 900 بعير 100 فرس عثمان تبرع يجتويستا ساغدلر عثمان ويلي يلا إذا دي 6 دينار زلطو يدوشن دينار إنزري قاعدة دوي تاقا 900 امكل 100 قورة دعيلي ركتو ساغن الله أن يقدر الله أكبر كما تبرع أبو بكر الصديق بكل مال أبو بكر شين دول داخن دعدلر
وتبرع عبد الرحمن بن عوف ب40,000 دينار. عبد الرحمن بن عوف سوى سورك 1000 دينار دلير. وتبرعت النساء بحليهن وزينتهن من الذهب. زودر شي خزل لشأ شي خزنش دشيه يلقشت عيلير ساغن. وتحرك جيش المسلمين إلى تبوك. تبوك أولش مهتيا دعدول دلير بوسو من إسكر في شهر رجب من العام 9 بقيادة الرسول عليه الصلاة والسلام. رجب بتحا يسول شرحا هجري يلت كيوغا اللحولش. وكان عددهم قرابة 30,000. بوسو بنيها إسكر جرجرش حيسبحا قيت إزردر. وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه في ثنية الوداع. ثنية الوداع أولش مهتاحا بوسو من إسكر ستير. وعانى المسلمون من عسرة الماء والزاد. بوسو بناج أو خلو لير خناء وشت دعي كيوتشلينا دعي لنتعزبها السهلرنا تن خلو نخاج أو خلو لير تار حتى اضطروا لذبح إبلهم وش أو جهتوني توجيرة شيء إمكلش أرس حقير تار وإخراج ما في كروشها تنا كيرح دلاهم سعدي حقير تار يعصرونه ويشربونه كيرح دق عودة عودش دعمو تار. لذلك سميت الغزوة بغزوة العسرة. تندل تأتلين تنا غزوة العسرة خلوة غازوة. وقضى المسلمون في تبوك حوالي 20 يوما. بصمنا استبوك قدينا عيرش. ولكن لم يجدوا هناك أحدا من الروم تلا حريمنا شتحات سكريتان تجح الذين رجعوا من حيث أتوا وش يهبير زيرش أشحابه كنتير. حينما علموا بمسير جيش المسلم بوسو من أسكر آردا لشين خيتوتح الذي يؤثر الموت على الحياة. أسكر دو إذا تقولر داخل تخورش دول قارنا باخلو تلا بلوش بول. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين إلى المدينة. توتح إلشا صلى الله عليه وسلم يهوي زير أسكر بوسو من آخر مدينتي. إذا جو خل غازوة خلا إذا غازوة دائمة توام دعبول وشتل غازوة اتح خلشات يخلوا إذ يخلوا يقر غلوا يو كده عمل دوشتل هم يحشت غازوة تعدول دلي خلش تقدو يقر خلنك غازوة يتوام يدعستو وخر يتوتو وخر دعدا يجو تخلش تقدو يقر خلنك يدعوه ويشخلع متي خيت يشخلع قد أواويز شخلع يتقدينا أويليا أتو جين نيق بنتر مثل حقل تقدينا يوخوان تيجا عشبوش. إذا يدوق غازوة تويس خلونا غازوة تويس أدم تنصوبر حجوش تنصوبر دو تيجا عزوشتك يتشاك وولي يتسوول اتسعبوسو مناح تشاك بولا غاصوبري. فترة دخول الناس في دين الله أفواجا. هرمر بريود ناخ بوسو بالله دنيا بوغش أفواجا توب نشكح بره الغيت سعيت الغيش دقس. ثم تم فتح مكة ودانت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مك سعيقر خوش خلير قريش متأخلر إيلشن. وعرف العرب عرب وشنخير ألا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عداوته. سنخير رشاين نتستخلر إيلشن ستوان بقى يتنس مصر ليلدا. فدخلوا في دين الله أفواجا إش بحكر الله دنيا توب نشكح خاصة بعد غزوة حنين. أستن حنين غزوة دالشوتح التي غزوة تريس كانت عقب فتح مكة مباشرة. مكة سحياقين جوتح خل سرازو بوسلي زويواني للكريتي مكي خل غزوة تريس. نشاط تكلم عن غزوة تبوك من حيث الآتي. تبوك التي ديت تاريخها مدخل ليس تاريخ أحداث وكورت الليل دولهم نش أهم وأبرز نتائجها
Dacka yugar kuerta ästina dola siga خلمش دعك تودع قاية جميل بوي والحمد لله رب العالمين.